عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. تعالوا بقى نعمل التشيز كيك هنا براحتنا خالص وبالطريقة بالتفصيل. اول حاجة تنفع قوي في عيد الام وفي رمضان، جبت علبة من البسكوت وضربتها كويس قوي في الكبة، حطيت معاها معلقتين من الزبدة وشوية من اللبن. هنا استخدمت بسكوت اسمه فيري، طعمه حلو قوي بس كان محتاج لبن ازيد، فخلي بالكم من نقطة البسكوت ان هو يبقى طري قوي عشان يعمل طبقة متماسكة. تاني طبقة عملته، عايزه اقول لكم على تركه البسكوت، بس لما عملته بلوكس ما اخدش لبن كتير ومسك بسهوله جدا، فخلي بالك من نقطه البسكوت. تاني طبقه بقى كانت 2 باكت من الكريم شانتيه، معاهم علبه من الجبنه المثلثات او الكيري، معاهم كمان شويه من اللبن وشويه من السكر، وتدوقي السكر حسب ما تكوني حابه، واضربي بقى كل ده مع بعضه. وبعدين انزلي بقى بايه، بنص كوبايه سخنه من الجيلاتين، عليها نص كوبايه ميه سخنه، عليها معلقتين جيلاتين. ده هيخلي القوام يربط معاكي بسرعه جدا، مش هياخد اكتر من ساعتين، وهيخلي قوام الكريم شانتيه متحول تماما، مش هيبقى قوام كريم شانتيه خالص، هيبقى عامل شبه يعني عامل شبه الحشوات كده اللي احنا بناكلها في الكنافه او عند الحاجات اللي في الحلواني او كده. فكتري من، او يعني لازم تحطي الجيلاتين والجبنه. الجبنه كمان لو تقدري تكتري عن علبه، حطي علبه ونص. بعدين دخلتها التلاجة ساعتين، وهنا كانت بقى شوية بسكوت حطيتهم، ودي اول مرة اعمل الحركة دي وما انصحش بيها خالص، ما تعملوهاش، لان لما بتحطي صوص الفراولة على الوش على طول بيكون احسن، والفراولة بتتفرد اسهل وبيكون شكلها كمان الطف بكتير قوي. بس هما اتبقوا مننا شوية البسكوت دول فحطيناهم، فما تعملوش الحركة دي. هو الكريمة تمسك بعد ساعتين، هتحطي بقى صوص الفراولة اللي انت عاملاه، او هتشتريه مربى جاهزة زي ما تحبي، ممكن تحطي كراميل، ممكن تحطي شوكولاتة، زي ما انت عايزة. بس كده، دي كانت التشيز كيك بتاعتنا، بجد تحفة. يا رب تكون عجبتكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك، اشوفكم فيديو جديد.